عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا دايما بخير يا رب. النهارده هقول لكم طريقتي في تخزين البسله ومن غير نقطه ميه. انا مش بغسلها خالص، يعني اوعي تغسليها، تعالي ما تغسليهاش وتعالي اقول لك هتعمليها ازاي. انا دلوقتي هخزن معاكم طريقتي في البسله ويا رب تعجبكم ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. قبل ما نشوف هنعمل ايه ما ننساش الاشتراك واللايك في القناه يا حلوين. اهو ماشي، هنعبي ايه على قد الطبخ، يعني انت تشوف الطبخه بتقضيك قد ايه وتعبي ايه على قدها. يعني انا في الطبخه هما دول كده بيقضوني. نظبط كده الكيس يا حبايبي ونفرغ منه الهواء. واقول لكم على تكايه كده، انا ما بحبش ايه احط الجزر معايا، انا بحب ايه البسله تكون لوحدها كده والجزر لوحده. نطلع منها الهواء كده ونسقطها ايه ونركنها كده على جنب. وتاني كيس معانا يا حبايبي اهو عملته. وايه، ولو وصلت الفيديو لحد هنا ما انساش الاشتراك في القناه وتعليقكم الجميل يا حبايبي. يا حبايبي كيست البسله وفرغت منها الهواء تماما. اهم تكايه تعملها في البسله انك تفرغي الهواء من الاكياس. وجهزت الجزر بتاعه اهو. وفي حاجه اقول لك عليها كمان، انا لما بخزن البسله بخلي البسله لوحدها والجزر لوحده. ليه بتعملي الجزر لوحده والبسله لوحدها؟ عشان لما بعمل البسله مع الجزر كده بيدبل وبيضطر وبيبوظ طعمها، فانا بخلي ده لوحده وده لوحده. ودي طريقتي ويا رب تعجبكم. ودي طريقتي في البسله من غير نقطه ميه ولا بخار ولا الكلام ده كله. هو انا بخزنها كده بكيسها ومفيش اسهل من كده، يعني طريقه سهله وجميله ويا رب تعجبك. ونتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.